دنجوان عصره متعدد العلاقات النسائية، لم تخل حياته من الزيجات الناجحة والفاشلة. كان معروفا بعلاقاته المتعددة قصيرة الأمد، كان يعشق كثيرا ويتزوج أكثر، وتارة يقضي أوقاتا ممتعة بقصة حب عمرها أيام قد لا تتعدى شهرا واحدا. ورغم ذلك كان وما زال النجم رشدي أباظة فتى أحلام الكثير من النساء. حياة رشدي أباظة مرت بالعديد من المراحل والظروف التي جعلته نجم الشاشة الأول، وتعددت زيجاته خلال سنوات قليلة، لكن كما يقال: ومن الحب ما قتل. فحينما رفض رشدي أباظة الزواج بفتاة وقعت في حبه وعرضت عليه الزواج في بداية مشواره الفني، حاولت الانتقام منه بطريقة بشعة وكادت تقتله حرقا وهو نائم غارقا في أحلامه. رشدي أباظة روى بنفسه قصة تلك الفتاة التي أحبته وحاولت قتله في حوار قديم له بمجلة الشبكة، وقال: عرضت على الزواج لكني رفضت، لاني كنت ببداية مشواري الفني ولم يفكر بالزواج وقتها. كنا نلتقي في بيت جدي القريب من ميدان الأوبرا، لأنني كنت في ذلك الحين على خلاف مع أمي، وكان خالي يذهب كل مساء لأصحابه فيقضي معهم الساعات إلى ما بعد منتصف الليل، فيخلو البيت لي أفعل ما أشاء. وتابع رشدي أباظة: وعلى يد هذه الفاتنة انتقلت من عهد البيرة إلى عهد الكونياك منذ ميلادها، فأثارت في التحدي، ونزلت لأشتري زجاجة أخرى وأنا أتطوح، وشربنا حتى نمت وأنا في شبه غيبوبة. وتابع الدنجوان: وصحوت على جسدي يرتطم بالأرض، وفتحت عيني فوجد خالي والنار عالقة بالمكان، لقد رماني على الأرض واندفع إلى غرفة النوم التي حملني بعيدا عنها، ورأيت النار تندلع في الغرفة، رأيتها من الباب المفتوح، فأردت القيام لكن خارت قواي، وحركت رقبتي يمينا ويسارا، وتبعت خالي إلى الغرفة فإذا به يطفئ النيران بطريقته، يخمدها بمهارة، ينتقل وراء النار من موقع إلى موقع، وكأن يدا طائشة نشرتها في كل مكان. ووقفت مذهولا وهو يقول: كنت ستموت محروقا. واستكمل: تذكرت بسرعة من كانت معي، يعقل أن تكون هي. ثم نحيت أفكاري جانبا، ودبت في قوة، فعاونت خالي على إطفاء النار حتى أتينا عليها، وجلس يجفف عرقه ويضمد جراحه، ثم قال: كانت النار تحاصرك من كل جانب وقد بدأت تلتهمك، فكيف لم تحس؟ فقلت: أنه الخمر. قال: المسألة أكبر من هذا، لابد أن الفتاة التي كانت معك وضعت لك مخدرا في الخمر. ضحك رشدي مستنكرا: لماذا وهي التي طلبت مني أن أتزوجها؟ فسألني: هل طلبت أن تتزوجها وأنت رفضت؟ طبعا، أنت صغير يا رشدي ولا تعرف المرأة إذا أحبت لا تعرف حدا تقف عنده حين تريد أن تنتقم ممن تحب. فقال له: وما الذي يدعوها للانتقام؟ فقال: إحساسها بأنها ستفقده. واستكمل رشدي: قال خالي أنها ستأتي في الصباح لتحوم حول مسرح جريمتها، وجاءت بالفعل، وقال ليتركنا وما هي دقائق لا سمعة ينهال عليها ضرب، وقال: لقد قالت بأنها هي التي أشعلت النيران. رجاء، إن أعجبك هذا المحتوى لا تبخل علينا بإعجاب والاشتراك في القناة.